السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. واليوم أول يوم برمضان وهذا فطورنا، الحمد لله والشكر، فطور بسيط، فطور أول يوم رمضان. و- يعني على قد العيد مثل ما تقولون، وراح نبدي خطوات اللي سويناها. عندي دجاجة غسلتها ونظفتها وقاطعتها بالنص. راح استعمل وياها هذا الكاري، كاري سالة مال دجاج هذا، ونفسي تاع الكركم همين نفس النوعية، هاي كلش طيبة يعني، ما تستغنون عن أي بهارات إذا تستعملونها. وهنا بصرة اثنين ومكعب ماجي مال دجاج، ونحمس الدجاج ونخليه ينزل مايه وإلى أن يتغير لونه، ونضيف باقي البهارات ونحمسه حمسة عدلة، وبعدين نضيف الماء. طبعا هاي الدجاجة بعد ما تستوي راح أشويها، راح أسوي وياها شوربة، وراح أسوي دولمة. وبصراحة تريد لها وقت يعني. خليها كمية مناسبة من البهارات ونحمسها كلها زين لين تتحمر. بعدين نضيف الماء ماي حار ونخليها إلى أن تستوي، نضيف لها ملح، وهمين نخليها تستوي على راحتها حتى تتشرب بالملح. هسه هاي مواد الدولمة. عندي لحم مثروم وهذا بصل نحمسه، وبعدين نضيف اللحم حسب الرغبة، تخلونه أو ما تخلونه، أو حتى الكمية همين حسب الرغبة. قد عندك خلي. نضيف اللحم ونحمسه كله زين، ونضيف البهارات اللي راح استعملها هسه تشوفونها شي ورا شي. راح اخلي بهارات دولمة، راح اخلي كمون، وراح اخلي فلفل اسود. هاي مثل ما تشوفون فلفل اسود وكمون ودولمة أو بهارات العفو مال دولمة. هاي الباكيت أبو ألف، ريحته كلش طيبة وطعمه كلش طيب يسوي، يعني الدولمة طعمها كلش طيب. هذا وين اسمه بهارات سدرة. وراح نستعمل طماطة نعصرها ومعجون. اكو يعني طريقة ثانية هم يسوونها كلها نية بني، بس هاي الطريقة هم كلش حلو، كلش يعني زينة، والزفرة مالت اللحم تروح، وهم يطعم كلش طيب. وراح نخلي دبس الرمان، وراح نخلي شكر وملح، وبعد شنو نخليه هسه نشوف. نضيف البهارات ونحمسها كلش زين، ونضيف المونة مالت السلق همين وياها. بعدين من نضيف المواد كلها راح اضيف المونة. هنا ضفت عصير الطماطة، ونحمسها كلش زين لين تطلع زفرتها، وأضيف التمن بعدين وباقي المواد. طبعا الستان خربان مالت الهاي، يعني شاع قلبه بالتصوير. هسه خليت التمن، ونضيف باقي المواد. أضيفن الليمون، نعصر ليمونتين أو نخلي الليمون دوزي، وهذا الشكر، وهذا الشكر اللي خليته خاشوقتين. اللي ما يحب يخلي الشكر، بس هذا الشكر يعادل الحموضة، يعني بما انه معجون طماطة وليمون فالشكر يعادل الحموضة. وهذا الملح، وهاي المونة مالت الشبزي همين ثرمتها كلها خليتها، ونخلي كمية زينة من دبس الرمان ونخلطها كلها زين. وهذا عندنا السلق راح نسوي، وشجر وبصل نحشي بيه المواد.
طبعا أنا ما أقدر أسويها وأنا واقفة لأن كمية هواي، فأكيد راح أقعد بالقاع أسويها. وها سويت لكم كم وحدة وأنا واقفة، وهسه راح أحفر هذني وألبنها على راحتي. وهنا أمين خلطت لها خاشوقتين معجون وخليت عليها ماي حار، وخليت عليها هاي الثقالة، الماعون هذا ثقيل. وهنا الدجاج استوى. هنا خليت الملح حتى ياخذ شو اسمه يعني يشرب بيه. وهنا هاي سويت الشوربة، طبعا هاي شوربة جاهزة. وسويت تبسي وسويت وياه كمن. والحمد لله والشكر. هذا كان فطورنا الأول يوم رمضان. أتمنى عجبكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. وهذا الكاستر سويته الجلاطة. هذا اللي قدرت أصوره اليوم، إن شاء الله بغير مرة أصور يعني إن شاء الله الثاني. لا شيروا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك والتعليق حلو. مع السلامة، فيديو جديد.